الأكلة دي بالذات من الوصفات كده اللي بتدخل القلب مش المعدة، حاجة كده يعني إشي خيال يا ناس. رز بسمتي مع لحمة مشوية في الفرن خطيرة، تتبيلة حلوة قوي وبسيطة جدا، وأكلة اللي هي يعني ما بتاخدش مجهود كتير ولا حاجة، وفي التقديم بتاعها شكلها فخم وطعمها رهيب بجد. يلا بقى نبتدي، سهلة جدا. أول حاجة التتبيلة عندي بسيطة، أبسط مما تخيل. ملح، فلفل اسود، روزماري لو عندك، ما عندكيش يبقى ملح وفلفل اسود بس شغال، وعصير بصلايه واحده بس كده هتبشريها وتاخدي الميه بتاعتها، وتسيبي التفل بتاعها على جنب محتاجينه، ما ترموش، احنا ما بنرميش حاجه اصلا يعني. وبعد كده بقى ربع فنجان زيت، وانا كان عندي سمنه معموله من الدهن البقري، فبتبقى حلوه جدا، خصوصا اللحمه عندي دي لحمه شوي بس حمرا ما فيهاش اي نسبه دهون، فمحتاجة أي نسبة دهون كده عشان تبقى أحلى. اللحمة معروفة لما تتشوي بيكون فيها نسبة دهون بتبقى أحلى بكتير من الحمرا، بس دي اللي كانت عندي اللي هي دي. وحتى الجزار مقطعها بطريقة طولية، المفروض تبقى بالعرض كده، فتبقى النساير عندي ناعمة. هو عاملها بالطول، فالنساير خشنة شوية انها طويلة كده بالطول، فاهمين انتوا قصدي ايه؟ بس ما علينا، بس طعمها حلو جدا. بعد كده بقى جبت صاج بتاع الفرن الكهرباء عندي والشبكة، حطيت في الصاج مية، حوالي لتر مية كده، وحطيت فيه منكهات يعني، حطيت ورقتين لوري كده على عودين قرفة، وحطيت فيهم الشبكة. والشبكة طبعا عندي واسعة شوية زي ما انتوا شفتوا، ما ينفعش احط على اللحمة على طول، فاضطريت احط ورق زبدة مجوز كده، ورصيت عليه اللحمة بالتتبيلة بتاعتها، وبعد كده ورقة زبدة تاني، عشان ما ينفعش يبقى الورق الفويل على طول على اللحمة، لازم يبقى فيه فاصل ورق زبدة عشان هو صحي غير ورق الفويل. فاكرين بقى تفل البصلايه اللي احنا خدنا الميه بتاعتها اللي شلناها على جنب؟ يلا بقى نستخدمه. معلقه سمنه، انا طبعا عملت ده على طول بعد ما اخدت منها عصير البصلايه، عملت شوحتها كده البصلايه نفسها، شوحتها في معلقتين سمنه كده عشان هنستخدمها للرز، بس انا قلت اوريها لكم قبل وصفه الرز على طول عشان يبقى الوصفه مع بعضها على طول. لكن انا عملتها على طول بعدها وركنتها، ما ينفعش تركنيها زي ما هي كده، لازم تشوحيها على طول، ما ينفعش وهي نيه نسيبها مركونه كده، ما دام شوحتيها في سمنه كده خلاص اركنيها ساعه ساعتين ولا يجرى لها حاجه. وبعد ما شوحتها سبتها بقى على جنب. والرز عندي بعد ما اللحمه اتشوت، قبل ما اطلعها كده بنص ساعه، غسلت الرز كويس كده كذا مره، رز بسمتي، لحد ما تبقى الميه عندي حلوه كده ونضيفه. احط بقى ميه سخنه ومعلقه ملح، واسيبه نص ساعه بالظبط. وبعد كده بقى اللحمه عندي اخدت يعني ساعه وشويه زي ما قلت لكم كده. لكن لو لحمه قطعيه كبيره، كل ما تبقى اللحمه كبيره اكتر، او مش بتاعه شوي، او قطعه كبيره على بعضها، هتاخد بالتلات اربع ساعات بالست ساعات، حسب زي ما قلت لكم، اللحمه كبيره ولا صغيره، ولا قطعه كبيره ولا متقطعه حتت. وبعد كده بقى في الميه بقى اللي هي كانت تحت دي، نزل طبعا بقى كنت حتى لو خدتوا بالكم ورقه الزبده مخرمه فيها اخرام كده، عشان ينزل عندي الصوص بقى من اللحمه، ينزل تحت في الميه. فالصوص ده نازل بقى، والتوابل بتاعته رهيبه. زودت شويه ميه، والتوابل بتاعتك اللي انت عايزاها، بس انا بحب توابل البرياني الجاهزه دي، طعمها حلو قوي قوي على الرز البسمتي. حطيت بقى نص كيس كده اللي هي توابل البرياني، وحطيت بعد كده الرز بسمتي وميه، كملت ميه مغليه عشان الميه كانت قليله شويه. وبعد كده بقى حطيت الرز وبحاول اسويه كده، وهرجع بقى، انا طبعا اللحمه خلاص استوت فانا شلتها، هبدا اغطيه بنفس ورقه الزبده والفويل اللي انا كنت مغطيه بيهم اللحمه، وادخلها الفرن حوالي يجي ساعه الا ربع، هتلاقي الرز استوى وفلفل كده وجميل. وبعد كده بقى عندي شوية اي عندك مكسرات، اديها تشويحة بسيطة كده في نص معلقة سمنة. واول ما تيجي تحط الزبيب اقفلي النار، عشان الزبيب مش بيتشوى على النار، هو بياخد من السخونية هتلاقيه نفخ كده وبقى حلو جدا، لكن بيتحرق بسرعة جدا، اوعي تحطيه ويبقى النار شغالة. وبعد كده بقى ادي الرز اهو زي ما انتم شايفين مفلفل وجميل كده، اللهم بارك. وهنبدأ بقى نحط عليه اللحمة، وبدأت اشيل كده الورق اللوري والقرفة. طبعا بقى بدأت ارص اللحمة بتاعتي وفوقها كمان المكسرات. ده كان الفطار بتاعنا. اتمنى الفيديو عجبكم وعجبكم الوصفة، تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا شير، احفظوا في الوصفة عندكم وجربوها بإذن الله تعجبكم. ألف هنا مقدمة.